أبطال الصف الثالث الإعدادي الأزهري ويلكم باك. معاكم مستر رشا جلال ودي قناة ميس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المراجعة اللي بدأناها في الفيديو اللي فات، وهنحل مع بعض امتحانات الأزهر محافظات مختلفة طبعا وفقا لآخر مواصفات امتحانية نزلت اللي احنا هنمتحن عليها إن شاء الله الترم ده. بس يا ريت قبل ما نبدأ اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. نبدأ بالسؤال الأول. محافظة الشرقية بيقول لي إيه؟ نمبر 1 supply the missing parts in the following dialogue. assistant بتسأل هاني بتقول له can I help you. طبعا احنا قلنا بقى كم مرة ازاي بنحل الأسئلة دي. طبعا لازم نقرأ المحادثة كلها مرة ونرجع نقراها كمان مرة عشان نعرف التكملة، لأن في الغالب بيبقى السؤال على أساس الإجابة اللي جاية بعده والعكس. تمام؟ فهنا الأسيستنت بتقول له can I help you. رد هاني قال لها yes I blank please. الأسيستنت I've different styles of suits. وسألت سؤال قال لها I'd like the blue one. سألت سؤال بتقوله what do you think of this suit وجايبت له واحدة قال لها yes I like it. وسألت سؤال فالأسيستنت بتقول 2000 pounds لا it's important from France. وهاني بيقول okay here you are. نيجي نجيب المحادثة من أولها. يبقى الأسيستنت بتقول can I help you. هيرد هاني يقول لها yes I want a suit. ردت الأسيستنت قالت له I have different styles of suits. احنا عندنا ستايلات كتيرة من البدل. يبقى هو طبعا كان عايز بدلة. وسألت سؤال فقال لها I'd like the blue one. قالت له ايه؟ What color would you like? What color would you like? What color would you like؟ ايه اللون اللي انت عايزه؟ رد قال لها I'd like the blue one. انا عايز اللون الازرق. فقالت له What do you think of this suit؟ وجابت له واحدة قال لها Yes I like it. طيب سأل سؤال هي جاوبت قالت 2000 pounds. هنا سعر. يبقى كان السؤال ايه؟ How much is it؟ تمام؟ تمنها كام؟ فرد طبعا قالت له 2000 pounds it's imported from France. ان هي ايه؟ مستوردينها من فرنسا. اوكي here you are. وخد. نيجي للسؤال اللي بعد كده. read and complete the text with words from the following list. طبعا هنقرا الليست بتاع الكلمات وهنقرا القطعة كلها كويس جدا، علشان طبعا احنا قلنا وحذرنا من السؤال ده كتير وقلنا لو حطينا اي كلمة غلط هنحط قصادها كلمة او اتنين غلط. فهنا الكلمات بتقولي observe, made, take, planet, makes. Life is not possible without plants. Plants are the beauty of our planet. الكوكب بتاعنا. طبعا انا بحاول اقصر عليكي الفيديو، فانما احنا المفروض هنقراها ونرجع نقراها تاني. تمام؟ They are useful gifts of nature. When a plant grows لما نبات بينمو the area around it cleaner and beautiful. It makes. Plants produce oxygen and carbon dioxide and observe. وبتمتص ثاني أكسيد الكربون. It's a fact that people who live near plants are healthier and happier. الناس اللي بتعيش بجانب النباتات طبعا أكثر صحة وأكثر سعادة. We should care of plants. طبعا احنا خدنا كلمة observe، خدنا كلمة planet، خدنا كلمة makes، فاضل عندي made و take. We should take care. تمام؟ نيجي لسؤال القطعة. بيقول لي read the following then answer the questions. read the following اقرأ الآتي وبعد كده هنجاوب الأسئلة. نيجي نقرأ القطعة. بيقول لي ايه؟
One day two friends were traveling through a forest on foot when a bear ran after them. تمام. في يوم من الأيام كان في صديقين بيسافروا في الغابات، يعني ماشيين في الغابة، وعلى أقدامهم لما بير دب طلع يجري وراهم. One of them rushed to the nearest tree and climbed it as fast as he could. واحد فيهم جري كده وتسلق على شجرة. He forgot his friend. ونسي صديقه. He thought only of himself. فكر في نفسه بس. His friend threw himself to the ground and pretended that he was dead. طبعا صديقه بقى راح جاي رامي نفسه على الأرض. pretended تظاهر إن هو كما لو كان ميت. When the bear came close to him, he lay very still and didn't move. لما البير قرب عليه طبعا تنه ثابت مكانه وما تحركش. The bear smelled him and touched his ear and then it went away. طبعا البير قرب منه لمس ودانه وبعد كده سابه ومشي. The boy who was under the tree called his friend who was still in the tree. It's all right now, the bear had gone. The frightened friend صديقه اللي هو بقى اللي طلع على الشجرة بيسأله بيقوله What did the bear tell you when it put its nose close to your ear? قال له هو قال لك لما جاب أنفه عند ودنك؟ قال له his friend laughed and said. قال له صديقه بقى قال له بقى it told me to look for another friend because a friend who runs away when there's danger is not a real friend. قال لي دور على صديق تاني علشان الصديق اللي يهرب وقت الخطر وطبعا ده مش صديق حقيقي. نيجي للأسئلة. بيقول لي What happened when the friends were walking? What happened when the friends were walking? A bear ran after them. اللي حصل؟ في bear طبعا جري وراهم اهو. A bear ran after them. هنجيب الإجابة من القطعة وننقلها طبعا زي ما احنا شايفين. وممكن طبعا ننقل الجملة كاملة ونقول two friends while one day two friends were traveling through a forest on foot when a bear ran after them. بيقول لي when did the other friend leave the tree? امتى الصديق التاني غادر الشجرة؟ طبعا كلنا عارفين after the bear had gone. بعد ما البير مشي the other friend left the tree. طبعا لما البير مشي وصديقه نادى عليه طبعا ال other friend left the tree ونزل. Number 3 who is the real friend according to the passage. Who is the real friend according to the passage؟ قال لي the friend who threw himself to the ground and pretended that he was dead is the real friend. طبعا احنا عارفين ان الصديق اللي هو رمى نفسه على الارض وتظاهر بانه ميت هو ده الصديق الحقيقي لانه ما سابش صديقه وقت الخطر. Number 4 a friend who playing others in time of danger is a bad one. هتبقى leaves. The underlined word still means asleep, alive, moving, without moving. طبعا without moving. نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct word from A, B, C or D. Number 1 hundreds of fossils of ancient whales blank in 1902. بيقول لي found or found were found. أنا بقول in وسنة فاتت 1902. بيقول لي were found. Number 2 Siwa is a famous blank in Egypt. hill, oasis, lake, valley. طبعا سيوة oasis هي واحة. Number 3 the suffix turns the word introduced to noun. suffix لما يجي لي سؤال زي ده جرب المقاطع اللي هيديها لي على الكلمة. شوف هتبقى introducible ولا introducement ولا introduction ولا introductions. تمام هتبقى introduction. تمام هو introduction introduce the verb
introduction TION بنحوله من verb لnoun. Number 4 if there more mangrove trees they fewer floods. If there where لو كان موجود في mangrove trees ما كانش هيبقى فيه ايه الفيضانات، كانت الفيضانات هتبقى اقل. كده number 5 complete the sentences with the correct form of the words in brackets. Number 1 he didn't telephone me until قاعدة until قبليها ماضي بسيط منفي بعديها ماضي تام. He heard the news he had heard. Number 2 if he read the questions well he it دي طبعا قاعدة if حالة تانية. هتقولي لي عرفتي منين؟ هقولك read المفروض لو هي حالة أولى كان قال لي reads كان ضاف لها اس، إنما طالما جايب مع هي verb read مش مضاف له حاجة كده وشكله كده، لأن احنا عارفين المضارع والماضي الاتنين زي بعض، هيبقى دي مش read دي read. read the questions well he would answer it. would answer. والمفروض it دي تبقى them لأن questions تمام، بس ما علينا يبقى هتبقى would answer. we must avoid pollute the environment. we must avoid polluting. كده آخر سؤال الباراجراف بيقول لي write a paragraph of 6 sentences on a visit to a natural place. وأنا قلت لكم طبعا أنا سايبه لكم في البطاقات فوق طريقة كتابة الباراجراف بطريقة سهلة جدا، وإزاي بعمل brainstorming وإزاي بحوله لجمل وإزاي organize my ideas بنظم أفكاري وكل الكلام ده. طبعا افتح الفيديو هتلاقي الكلام ده موجود فيه بالتفصيل. لو انت عايز topic معين اكتب لك فيه اكتب لي في الكومنتس وانا ان شاء الله اكتب لكم الباراجراف اللي انتوا عايزينه. وبكده طبعا نكون خلصنا محافظة الشرقية ونيجي للمحافظة اللي بعدها. بيقول لي طبعا محافظة كفر الشيخ. بيقول لي ايه number 1 supply the missing parts in the following dialogue. يوسف بيسأل منار بيقول لها hello منار what are you doing بتعملي ايه؟ منار قالت له hello يوسف وردت عليه، فيوسف بيقول لها I know you enjoy reading English books. يبقى هي قالت له ان هي كانت بتعمل ايه؟ هنقول بعد كده منار قالت له I bought it yesterday انا اشتريته امبارح. عرفنا طبعا السؤال هنا كان ايه. بعد كده سألت سؤال يوسف قالت له yes of course you can borrow it. نيجي نجيب من الأول. بتقول له what are you doing هترد منار تقول له ايه I am reading an English book. قالت له I am reading an English book. قال لها يوسف I know you enjoy reading English books. قالت له I bought it yesterday. في الإجابة يا ولاد لقينا تصريف تاني بنفكه بدid ومصدر. يعني ايه؟ هيقولها انا اولا هسأل عن yesterday when هسأل بوين when did you buy it. when did you buy it امتى اشتريتيه؟ قالت له I bought it yesterday. طلب منها طلب او سألها سؤال فقالت له yes of course you can borrow it. يبقى can I borrow it بس ببساطة خالص. ممكن استعيره؟ قالت له طبعا تقدر تستعيره. نيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول read and complete the text with words from the following list. بيقول هنا newspaper doing space do hospitals. In the next 20 years life will be different. في ال 20 years الجايين ال20 سنة جايين الحياة هتبقى مختلفة. The way we study and work will change. الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها وبنذاكر بيها هتختلف. Normal people will be able to go into to visit other planets like the moon. يبقى to go into a space. الناس العادية هتقدر تسافر إلى الفضاء. Robots will most of the jobs will do most of the jobs. They will write articles, newspaper articles. Drive cars and fly planes. Robots will replace human doctors in hospitals.
ونيجي لسؤال القطعة. بيقول لي هنا إيه؟ Read the following then answer the questions. A large factory in Denmark has an inexpensive way of producing renewable energy. It burns rubbish, بيحرق القمامة. If the factory did not burn the rubbish, it would go to the landfill sites. By burning the rubbish, the factory produces enough electricity for 150,000 homes. If the factory burned fossil fuels to make this electricity, it would produce harmful gases. There is a garden on the roof of the factory. The plant is there absorbs some of the air pollution that comes from the factory. You can also slide down the roof. Isn't amazing? بيقول هنا what does the factory produce? What does the factory produce? Produce إيه؟ It produces renewable energy. طبعا احنا عرفنا أهو producing renewable energy، يبقى it produces renewable energy. طيب بيقول لي where is the garden؟ فين الجاردن؟ there is a garden on the roof of the factory. أهون it's on the roof of the factory. It's on the roof of the factory. What would happen if they did not burn the rubbish? إيه اللي هيحصل if they did not burn the rubbish? هي كاتبها هنا هي if the factory did not burn the rubbish it would go to the landfill sites. ننقل طبعا الجملة دي كاملة هنا. If the factory did not burn the rubbish it would go into the landfill sites. The plants there absorb some of the air that comes from the factory. Population, pollution, energy, electricity. طبعا air pollution. By burning the rubbish, the factory produces enough electricity for 1,000 homes. 4,000 homes. طبعا السؤال ده تريكي شوية لأن هو جايب لي كلمة 1000 هنا، فأنا هختار 150 بس. 150,000 homes. مش هينفع أختار هنا لأن لو قلت 150,000 homes يبقى أنا بتكلم كده في 150 مليون. تمام؟ فأنا علشان كده هنختار 150 بس لأن هو جايب لي كلمة 1000 homes. لو نلاحظ في القطعة ما كانش كاتبها، يعني لو نلاحظ كده في القطعة هو ما كانش كاتبها هنا، هو كان كاتب 150 وحاطط الثلاث اصفار homes، يعني معنى كده ان هو هنا ترجم لي الثلاث اصفار دول بكلمة 1000. Choose the correct answer from A, B, C or D. بيقول لي they report about animals and plants that are in danger. They discovered ولا published ولا produced ولا built. They published a report. هم نشروا تقرير عن الانيمالز اللي في خطر. قال لي if we plastic rubbish we will pollute the air. if we burn ولا burns ولا will burn ولا burn. هتبقى burn plastic rubbish. burn if we burn if حالة أولى مضارع بسيط will ومصدر. بيقول لي number 3 the wind turbines blank energy for the community. هتبقى find produce help go. هتبقى produce energy. قال لي number 4 I didn't send the report until I had revised. واحنا طبعا ملاحظين ان قاعدة until وقاعدة if معايا في كل الامتحانات. بيقول لي بعد كده number 5 complete the sentences with the correct form of the words in brackets. number 1 we could get the coast quicker if they better roads. if they we could get وقاعدة if ده طبعا ايه if they had better roads. دي if حالة تانية.
Number 2, Rami tidied his room before he started studying. Rami had tidied. طبعا عندي قاعدة before بعدها مضارع بسيط وقبلها ماضي تام. Number 3, when I'm older I am going وتو مكتوبة هي I'm going to help the disabled at weekends. ونيجي لآخر حاجة write a paragraph of 6 sentences visiting the coast. وزي ما قلت لك ما انتش عارف تكتبه سيب لي في comments وأنا أكتبه معاك. عايزين برضو مراجعة ليلة الامتحان برضو سيبولي في comments وأنا إن شاء الله أعمل لكم مراجعة لايف ليلة الامتحان. ونيجي للمحافظة اللي بعد كده. محافظة البحيرة بيقول لي number 1 supply the missing parts in the following dialogue. رامي ياسر are talking about deforestation. فرامي بيقول له hello ياسر what are you doing now؟ قال له I am reading about وقال له حاجة هنا. رامي سأل سؤال فياسر قال له deforestation means that there are fewer trees in rainforests. دي نفس المحادثة اللي جات لنا في محافظة القاهرة. فرامي قال له is it dangerous for the environment؟ ياسر قال له حاجة فقال له it damages the natural habitat of many animals. فرامي قال له how terrible scientists should solve this problem. نيجي نرجع للأول. فياسر بيقول له what are you doing now؟ قال له I am reading about deforestation. تمام. فقال له هنا deforestation means that كذا يبقى قال له ايه what does الفعل مضاف له اس يبقى لازم المساعد يبقى does ايه فين الفاعل deforestation المصدر mean. What does deforestation mean؟ قال له deforestation means that there are fewer trees in rainforests. رجع قال له is it dangerous for the environment؟ رد قال له ايه؟ لأن هنا بيقول له it damages بتحطم يبقى yes it is. Number 2 read and complete the text with words from the following list. بيقول لي هنا above satellites under space land. Farouk Elbaz is one of the most important scientists in the world. Space scientists. In 1969 he helped to plan where Apollo 11 should on the moon should land. He also used to find rivers. استخدم ايه علشان يلاقي بيها الانهار satellites. That were the sand. في انهار فين حتة بالنسبة للرمال تحت ولا فوق؟ احنا خلاص اخترنا الكلمة دي اخترنا الكلمة دي يبقى عندي above و under هتبقى طبعا ايه above the sand ولا under the sand؟ under the sand تحت الرمال. ونيجي بعد كده للقطعة read the following then answer the questions. I work for an English language news website. I started at a newspaper but I think more people read news online now so I prefer this job. Lots of different journalists send me their articles and I have to decide which ones are the most important. I look at 2 or 3 different websites that I trust to do this. Before the article goes on the website, I also have to check the facts that are in it. كمان لازم يتأكد من الحقائق الموجودة فيه. These will be first ones that our readers will see. Then I check the writing لأن طبعا الحقائق دي أول حاجة الريدر بيشوفها وبعد كده check the writing. Sometimes there are spelling mistakes وفي بعض الأحيان بيبقى في عندي أخطاء إملائية or the language is not very easy to understand أو الستراكشر أو اللغة مش سهلة إن هي حد يفهمها. It is my job to make the article as easy to understand as possible. هي وظيفته إن هو يسهله على قد ما يقدر بقدر الإمكان.
Finally, I have to choose photographs to go with the article. كمان بيختار الصور اللي تتماشى مع المقال. Sometimes a photographer sends these, but usually we get them from other websites. I studied English and media at university. هو درس طبعا الإنجليش والميديا في الجامعة. First I wanted to be a journalist, but then I decided that I preferred this job. It's very interesting because I can look at so many people's articles. هي طبعا حلوة قوي علشان أنا ببص على بنظر إلى الكثير من مقالات الناس. نيجي طبعا للأسئلة بتاع القطع. بيقول لي what does the writer work for؟ قال لي he works for an English language news website. هو قايل في القطع اهو I work for an English language news website. تمام. طيب نيجي للسؤال التاني. بيقول لي what did the writer study at university؟ بيشتغل ايه في الجامعة؟ he studied English and media. هو قال لي تحت I studied English and media at university. طيب آخر سؤال بيقول لي what does the underlined word once refer to؟ once عايدة على ايه؟ عايدة طبعا على كلمة facts. لما يبقى عندي ضمير خد يعني تنيك ماشي كده قبله نشوف، لأن الضمير بيبقى عايد على اسم قبله. تمام. فهنا بيقول لي ايه this will be the first one that our readers will see. أول حاجة الريدر هيشوفها. نيجي للجملة اللي قبلها I also have to check the facts that are in it. أنا لازم أشوف الفacts اللي are in it. يبقى these will be the first ones. يبقى ones هنا عايدة على facts. تمام. نيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي the writer of the article is a ولا an camera operator ولا editor ولا web designer ولا photographer؟ طبعا editor، لأن اللي بيعمل الشغلانة دي كلها editor. Which of the following does the writer not need to check؟ ايه اللي في الحاجات اللي هو هيديها لي الأربع حاجات دول الرايتر مش هيعمل لهم تشيك أو مش هيفحصها؟ spelling ولا facts ولا writing ولا the journalists Arabic؟ هتبقى ايه the journalists Arabic. هي دي، لأنه طبعا هو قال لي إن هو بيفحص spelling facts writing، الثلاثة دول بيبص عليهم، إنما journalists Arabic هو ملوش دعوة بيه. طيب نيجي ل choose the correct word from A, B, C or D. The fossils were well for further study. This means they were kept for a long time. Discovered, preserved, sold, chosen, preserved. Preserved well for further study. Number 2, you should avoid بيجي بعدها sitting on that wall because it is dangerous. Number 3, if we more time we would visit. قاعدة if حالة تانية if we had more time. 2 is to send a program or some information by radio or TV. 2 retire ولا present ولا award ولا broadcast. 2 to send a program or some information by radio or TV. is 2A retire ولا present ولا award ولا broadcast. 2 broadcast. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Number 5, complete the sentences with the correct form of the words in brackets. Sally told Samira I'll go to Cairo tomorrow. ده كلام مباشر، هيبقى told لا طبعا مفيش told خالص. said Sally said to Samira I will go to Cairo tomorrow. She came late so she punished. She came late so she punished. هتبقى was punished. Number 3, he used to waste water but now he not. يبقى he doesn't. He used to waste water but now he doesn't.
نيجي لآخر حاجة بيقول لي write a paragraph of 6 sentences on how to protect our planet. وطبعا بكده نكون خلصنا المحافظة الثالثة وهي محافظة البحيرة، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب دعم لينا ان شاء الله عشان نستمر. لو عايزين اي باراجراف اكتبه لكم، لو عايزين اي حاجة احلها معاكم، اي حاجة معينة اراجعها قولي في الكومنتس وانا ان شاء الله اعمل لك بيها فيديو. لو عايز مراجعة نهائية لايف ليلة الامتحان قولوا لي برضو وانا ان شاء الله اعملها لكم. اشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة بإذن الله. باي فور ناو.